السلام عليكم العزاز، تحياتنا لكم. طبعا صار لي هواي ما مصور فيديو، شي ما فارغ بالشغل وهاي، فحبيت اليوم اصور لكم فيديو واشوفكم ايش عدنا ما عدنا فرخات، لان الطيور صار لي هواي تاركه، بس اعطيها اكل واروح للشغل. هسه راح اصور لكم اشوفكم الحمام اللي عدنا ومش عدنا فرخات. هذا الحمام قدامكم بس يريد يطير، بس احنا ما نطيرهم، معطول لنا صعدات هنا. نحكي لكم على من فوق الكبار، بعدين نحكي لكم بالحلات، نصور لكم الحلات. شوف طبعا عنده هاي فرخة طلعت، شوفوها. هاي عنده فرخة، هاي تعتبر كورنجية، يعني شو يسموها، كورنجية حرقة. هاي وهذا اخوها، هذا اخوها الجوزي. طبعا امهن بدرنجية، او احنا نسميها شكرية ببيض. وابوه، ابو هذا الفرخ تشوفوه قدامكم جوزي، يعني نفسه فيت. بالمناسبة انا اثنيناتن روحتهن، لقيت عندي فتحة بالبرج، السيم مفتوح جوا، فطالعات وما منيشنات السطح. وموسم فخته تشوفون قدامكم، هذا موسم فخته وطبن، فيضربن الصقر وطالعات من السيم ما يندلن. فالطيور عندي هنا يطيرن، واقعات الطيور ما ادري وين رايحات. اثنين راح نلفحوا له جوزي، نفس هذا نسخة هذا انا مصور لكم اياه. انا هم صايدة وطلعت بناتها يعني. ذبله هذا على ابو واحد، وهذا كورنجي ما ادري عليه من الرس مالته، ما اعرف شنو الرس، زاوجيله قبل بساعة امهاته هيج. فذبا عنده هذا وعنده هذا، شوفوا هذا الفريخ، هذا اعتقد تدي، يعني اللي يعرف فيهم طير اذا طار يصعد. هذا مخلف صغير، امهاته، هذا ابوه، هذا قدامكم، هذا التار البرماني. وامه هسه مرة ثانية بيضت، بالمناسبة يعني تقريبا سنتين هيج، هي ما جاي بيضها يشد يصير عندن فرخات. فطلعت هالمرة هذا الفرخ، وهسه هي بيضت من جديد. هاي قدامكم، هاي امه بيضت نايمة على البيض مالتها. انا الحمام يعني تاركه، شوف هاي اللي قلتلكم عليها، هاي هسه هي بيضة بناتها. هذا صوت لكم اياه الجوزي والكورنجي، هي هماتها نايمة على البيض. بيضت، اخذت بيضاتها، ردت على فحل السلفر باحمر، فزوجت بيضت. انا ماخذ بيضها قبل بساعة، مداورة هنا. شوفوا هسه لا تلاحظون هنا عد فرخات، بس انا اطبق لكم الكاميرا. بالضبط، هذين بناتها ما اخذت بيضهن، يعني ابوهن الجوزي، الفحل الجوزي، فاخذت بيضات قبل، يعني قبل لا يروحون بيضات. بيضة هي الطيرة، وجاي نامن على البيض، فاخذت بيضاتهن، فحطيتهن جوا الارفل باحمر، وذيك الزرقاء القلمين، بفرخن. وعندها هاي كذلك همتن بيضت، وهسه جواها هم افراخ. يعني الطيور هذا الشهر الثاني فيتكاثر بيه الافراخ، يعني شوية شي الجو زين دافي، فتقوم الطيور تبيض وتفرخ. يعني شفتوها هسه هي همتن جواها افراخ، توهم فرخ. ماشي، نطلع لكم جاي. هاي الطيور كل ما تتركها وتعطيها، كل ما تتدنمها اشكال، تلقى جواها افراخ، تلقى جواها بيض. انا الوضعية ما مرتبها. شوف حتى هنا بيضات، نعم، وين ما كان اكو بيض، يعني ما شاء الله بيض وافراخ. هاي امتين، هاي فرخة ما شاء الله. شوف بناتها، يعني ولا الصراحة ما شاء الله ولاد، شوف حتى كبار يعني ما شاء الله، يعني انا عفتهن بيض.
عامة ذا كبرا ان شاء الله. عندنا هسه عندنا هنا فراخ، وعندنا هنا فراخ بهذا هم البرج. هذا هنا عندنا فراخ بيها هي جواها فراخ. هسه لا تلاحظون شوية ارفع لكم اذا تلاحظون ذن فرختين جواها هماتن نايمة عليها. وعندنا هنا فراخ، وهاي عندنا هنا بيضة تركم صايرة 3 كولة. شوف حتى هذا القشر مال التفريخ مالتهن تلاحظون صارت لك رطينة. شوف الطبل هاي الفتحة اللي قلت لكم بيها. شوف طالعة منها ذنة زوج فحولة والله كلش حلوات. واحد احمر مكاكل والثاني الجوزي بس يخبلن والله عظيمة والله. راح شوفوا هاي اللي الفتحة اللي هنا فسديتها خليت هذا الصندوق خليت طابقات بيض وفراخ وين ما كان. جو حلو معتدل فيصير بيه افراخ كل شي يصير بيه. جاي طيران شبعان فيرتاحن طيران. شوف هاي هماتن هنا طبعا. هاي انا اصور لكم اياها من هنا. هاي الحمراء شوفوها هم جواها. خلنا نشوف والله شوية طبعا مرخصتك. شوف هاي هم جواها فرخ ما شاء الله. نوعها لأنه فراخ وين ما كان صايرة. هذا الفيديو بس اختصاصه فراخ طاير التركة وما ظل تقابله كل شي تلقى بيه. وانا موفر لهن هذا طبعا فحلة طبعا جناحه مخلوع فحلة بس هو مال زق عطنان. شوف طارت كل ما تتركين كل ما يتكاثرن. شوفوا ذنيش طايرات نسان بيهن افراخ جاي يتخرجن ذن الاثنين. يشوفون عزلن نفسهم هذن راح نغاد شمر النفسين. المهم قلت لكم انا صار لي هواية تقريبا يعني ما منزل فيديو. شوف طبعا عندها هاي الطيرة وجعانة. هاي بيضت ذن بيضات اعتقد عندها نقص كالسيوم اللي وجعت. احتمال اكسر بيضها ما اخليهن. نشوف صحتها مو شي تعبانة. المهم حبايب قلبي ان شاء الله ترتيب جديد. بس انا بهاي الفترة شي عندي بنيان جاي ابني ببيتي ما فارغ ان شاء الله وبالشغل يعني هواي امور فما جاي اصور. درتي بجيب خانات جدد واجيب حمور. هاي كلها اخليها يا شباب شوفوها اخليها كلها قصة واخلي جواها بيض مال حمر ازق عليها. المهم راح يرجع الحلة مالته. شباب اللي تطلع فرخة هسه هذا ما طول شهر الثاني هو راح يقضي. بس هو حله هسه عادي يصير
حتى الشهر الرابع احتمال جوز يجيك بوق ما تصير بعد فرخ. بس هسه موسم فرخة، وتطلع الفرخة كلش حلوة تطلع بهذا الشهر. طبعا تحياتنا لكم، سوينا لايك، سوينا مشاركة على الفيديو.